يتما أزول في اللون. السيدات والسادة النظارة الأعزاء، مساء الخير. كنرحبوا بكم في حلقة اليوم من برنامج شؤون أمازيغية. موضوع هذه الحلقة الأمازيغية والإسلام، غادي نناقشوه مع الأستاذ الحسين جهادي، مترجم القرآن إلى اللغة الأمازيغية. قبل ما نبداو النقاش ديالنا مع الضيف ديالنا، كنحيلكم على روبورتاج. نشر تعاليم الدين الإسلامي بالأمازيغية قديم وعنده تاريخ في المغرب، بل وتستعملات حتى في المدارس العتيقة اللي متواجدة في كل المناطق، وكانت هي الوسيلة اللي سمحت بالانتشار الواسع للإسلام طيلة القرون الماضية. يعني ما يتعلق بهذا الموضوع اللي هو استعمال الأمازيغية في نشر التراث الإسلامي، يعني هذا شيء بالنسبة لنا في المغرب عادي منذ أن دخل الإسلام. هذه الديار والمغاربة يستعملون الأمازيغية يعني بمختلف لهجاتها، بمختلف ألوانها، من الريف إلى الصحراء. الناس يستعملون الأمازيغية في شرح الدروس، في تعليم اللغة العربية. يعني أن الدرس مثلا درس ديال النحو كيتقرب الأمازيغية، درس ديال التفسير كيتقرب الأمازيغية. أما الدروس ديال الوعظ والإرشاد والوضوء هذا ما نتكلم عليه، هذا لا نقاش فيه. الناس القدام العلماء ديالنا الله يجزيهم بخير يعني في المغرب تجاوزوا مسألة التعليم بالأمازيغية إلى الكتابة بالأمازيغية. يعني أنهم كيكتبوا الشروح ديال ابن عاشر مثلا، ديال الشيخ خليل، ديال السيرة النبوية، كيكتبوها بالأمازيغية. يعني كيكتبوا بالحرف العربي طبعا، ولكن كيكون داك الشيء هو الشلحة مثلا بالنسبة لنا احنا في سوس، أو الريفية في الريف، وهكذا. الفقه الإسلامي في المغرب خلى تراث غني من خلال منجته المدارس العتيقة ومجموعة من الفقهاء بالأمازيغية أو مترجم للأمازيغية ساهم في إغناء المكتبة الإسلامية في مختلف علوم الدين. يكفي أن نقول بأن المدارس العتيقة في سوس التي أعرفها جيدا كان له دور كبير جدا من خلال تخريج عدد من حملة القرآن الكريم، تخريج عدد من حملة العلم الشرعي، ثم نشر هذا العلم الشرعي عن طريق ترجمته من اللغة العربية إلى اللغة الأمازيغية. الفقه الإسلامي مثلا نجده سواء الشيخ خليل أو الإمام بن عاشر مترجما إلى اللغة الأمازيغية. الإنتاج الذي ينتجه مجموعة من الأساتذة المناضلين في ساحة الثقافة الأمازيغية، أذكر منهم الأستاذ حسين جهادي الذي يعني قام بجهد كبير تجلى من خلال ترجمته لمعاني القرآن الكريم، وكذلك للسيرة النبوية وتغرست ورقصنا ربي. وهو جهد يعني مشكور جدا. تتبقى بعض الملاحظات ولكن يبقى العمل عمل رائد وعمل قوي. تعلق الأمازيغ بالإسلام كيزيد يتقوى كل ما استعملت لغتهم في التواصل ونشر الوعي الديني. سي الحسين جهادي، أزول فلاك، مرحبا بك في الحلقة ديال اليوم من برنامج شؤون أمازيغية، اللي الموضوع ديالها الأمازيغية والإسلام. هذا الموضوع اللي تثار منذ عقود لما تطرحت الأمازيغية في المغرب منذ الستينات. خلال النقاش العمومي كيتثار موضوع الدين، وكيف شفنا في الروبورتاج إلى انطلقنا من هذه المعطيات. فكيفاش كتشوفوا العلاقة بين الأمازيغية والإسلام؟ واش الإسلام عبر التاريخ ديال 14 قرن في المغرب كان دين تعريب للسان وتعريب للهوية؟ الإسلام دين الهداية وليس دين تعريب. كون صحت هذه الفكرة لرجعنا جميع الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام، فكلهم مسلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. معناه أن التوراة هي إسلام بدون تحريف، وكذلك الإنجيل والزبور وجميع الرسالات. فكذلك ما جاء للقوم، كل أمة كتكلم باللغة ديالها وكتفهم رسالة الله التي هي ليست عربية ولا فرنسية ولا أمازيغية، فكلام الله ليس بصوت ولا حرف، يعني المعاني، وهناك المعاني.
وبذلك الناس يفهمون هذا الإسلام. وإلا غادي نشوفوا الآن شكون اللي كثير، واش المسلمون المعربون أم المسلمون العجم، أندونيسيا، أفغانستان، إيران، تركيا، شمال إفريقيا. بمعنى المعربون هم أقلية، هم أقلية، بل فيهم ديانات أخرى، بينما هؤلاء فيهم إسلام بلغتهم. إذن الإسلام جاء ليهدي الناس إلى أن الله واحد وأن رسالته عامة للعالم. ربما اللي جعل بعض الناس يقولوا أن الأمازيغ عرب لأن عربهم الإسلام هو بعض النصوص اللي تم الفهم ديالها في إطار إيديولوجيا لغوية ولا إثنية معينة. النصوص ديال القرآن ونصوص الحديث واش فيها شي حاجة اللي كتشير إلى أفضلية العربية أو إلى ضرورة أن المسلم خصو يكون عربي اللسان أو أن الدين دين تعريب؟ هل هذا واش عنده شي وجود في النصوص الأصلية؟ لا، ما كاينش هذا الشيء، بل جاء في القرآن: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. كيف يقول الإنسان بأن لا بد أن تصبح عربيا أو تصبح؟ إذن هؤلاء المسلمون الآن من فرنسا وألمانيا وعلماء في العالم كلهم بلغات أخرى، فهل هذا يفرض عليهم أن يتعربوا؟ هذا غير ممكن. كما أن إنسان إذا كان مؤمنا ومات هل يسأله عذرين في قبره باللغة العربية؟ إذا سيدنا موسى وعيسى وداود وإبراهيم سيسألهم أيضا يرجعوا يكون ثاني التعريب يوم القيامة، لا بد يتعربوا. لا، هذه مسألة. كاين اللي كيقول بأن العربية هي لغة أهل الجنة. كاين هذا الخطاب، كاين هذا الخطاب ورد في القرآن: تحيتهم فيها سلام. وفي جهنم بنفس اللغة: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وأي فضلا لهذا؟ فهناك خطاب لأهل الجحيم وهناك الخطاب للجنة، ولكن مش هذا هو المقصود. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، بأي لغة كان وبأي جنس. أما هذه الأفكار التي جاءت في البعثية فيما بعد والشيوعية فيما بعد وتعريب مناطق الأخرى، اليسار القومي، كل ذلك لا يفيد بل ينفر. هذا ينفر. ولكن التيار الإسلامي أيضا استعمل نفس الأدلة، نفس الإيديولوجيا تقريبا. متفقين بأن هذه إيديولوجيا ديالهم. إلا بغاو يدخلوا البلدان اش غادي يقول لهم؟ بأي حق؟ غادي يقول لهم جينا لكم بالرسالة، ولكن الرسالة إذا قلت لا إله إلا الله عصم مني ماله ودماؤه وحسابه على الله. كيفاش تجي تقول له لا بدها تكون كذا وكذا؟ ما يمكنش. ولغة الأم وحقوق الإنسان وهذا الآيات اللي في القرآن اللي كتقول إنا أنزلناه قرآن عربيا، بمعنى اللي كتكلم على اللسان العربي ديال النصوص القرآنية، شنو هو التفسير ديالها؟ واش هي نوع من تقديس العربية أو تفضيل ديالها على اللغات الأخرى؟ لا، الهدف من هذا أن العرب اللي هم أقحاح ومع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي الجزيرة العربية لا يريدون أن يفهموا المعنى الإسلام. إذن قال لهم بمعنى كانت هناك ممانعة ضد الرسالة. أنا أخاطبكم بلغتكم. ولذلك جاءت آية أخرى اللي كتقول لهم: أعجمي وعربي ولو أنزلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي يعني معنى قال لهم ما فهمتوا شيء، أنا قلت لكم باللغة ديالكم، ومع ذلك ما كانش. علاش؟ لماذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سايرهم بالتي هي أحسن، من اللي ما بغاوش كانت هي التي هي أقبح وهو السيف. إذن المقصود بهذه الآيات إلى غنفسروها حسب السياق ديالها وأسباب نزولها، هي مرتبطة فقط بالسياق ديال القوم ديال النبي اللي هم النواة الأولى ديال العرب تماما. وهذا معناه أن القرآن هنا ما كيخاطبش في هذه الآيات هذه العالمين، وإنما مشروطة بهذيك الظروف. هي أن يجب أن نفرق بأن العربية سابقة للقرآن،
القرآن زال فيما بعد، وفي العربية كلام قبيح وفيها خمريات وفيها الجاهلية وفيها الوثنية، ولكن لما جاء الإسلام جاء بمصطلحات أخرى. وهذا سميته هذا العرب اللي هما جاوا على هذا الشكل، معنى تحداهم بأنه قرآن الذي تفهمونه وهل فيه ما تنكرون، هذا هو المسؤول. إذن هذا حقيقة حجة على العرب. أما الذين هم العجم فهم فهموا المعنى، ومن هنا جاءت المسائل الأخرى، وهي أن يفهم الإنسان معاني الرسالة السماوية التي كافة للناس أجمعين باش يأمن. وهذا معنى غيفهم المعاني في اللغة ديالو تماما. هذا غادي يعطينا لسؤال آخر اللي هو كيفاش انتشر الإسلام تاريخيا في شمال إفريقيا؟ مسألة واضحة، أن الإسلام في شمال إفريقيا كان قبل الإسلام المحمدي. يعني عندما نقول معنى قبل أن يدخل الفاتحون، فهنا التوراة وهي يجب الإيمان بموسى وبالتوراة، هذا الإسلام. وهنا دوناتوس يعني المسيحية في شمال إفريقيا كانت ضد الرومان وضد العدو وضد كذا إلى آخره، كانوا يؤمنون بهذا. والرقراقة الذين ذهبوا عند الرسول وسألوه كما جاءت في المراجع وتكلم معهم إلى آخره، معناه أنه هذا قبل مجيء الجيوش الإسلامية قبل ما أن يجي. وفيما بعد لما دخل المسلمون قالوا ماذا جئتم به؟ ولذلك عقبة لما جاء في النبوة الأولى قال ماذا تريد؟ قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن قالوا ربي أنا ديقا كان عندهم محمد إيقا قاسنس، يعني محمد هو إيقا أمازان ربي. إذن ليس هناك حرب ولا أي حاجة. فمر عقبة بن نافع في شمال إفريقيا، ولكن لما انقلبت الفكرة إلى الجزية وإلى المال وإلى كذا من فكرة بني أمية، ومع ذلك عمر بن عبد العزيز أرسل بعض الفقهاء فبين للناس بلغتهم أن الإسلام هكذا، فاستمر الأمازيغ يعلمون الناس الإسلام بلغتهم. إذن الحروب تقريبا 71 سنة ديال الحروب ما كان شيء السبب ديالها هو الدين، كان السبب ديالها هو السياسة ديال الجيوش العربية أو الولاة ديال الأمويين اللي كانت ربما كتجاوز بعض الضوابط في التعامل مع بين يعني في إطار الغزوات بين الجيوش اللي جات وبين السكان الأصليين. هذا موجود في التاريخ يعني لا ينكره أحد، ولكن من يقرأ هذا التاريخ؟ أقول لك مثلا معركة حوض سبو، يعني كل ما يملكه بني أمية في النهاية وهو 70,000 جندي، فأرسله إلى شمال إفريقيا لكي يأخذوا بنين وبنات والأموال ويضغطون على هذه المنطقة. فوقعت معركة سبو فقتل فيها 60,000 عربي ولم ينجو إلا 10 فقط. هاد الناس لا يذكرون هذه المسائل هذه. لماذا؟ لأن بني أمية كانوا طغاة، قالوا نحن نريد الجزية ولا نريد الإسلام إلى آخره. وعمر بن عبد العزيز أجاب، قالت رسالة إلى شمال إفريقيا: لا أبا لك، ضع الجزية عن الناس فإن الله أرسل محمدا هاديا ولم يرسله جابيا، يعني جباية. ومع ذلك ذهبوا بطريقتهم بالتعسف وبالمنكر ضد الإسلام، حتى عمر بن عبد العزيز قتلوه. لماذا؟ لأنه يريد الإسلام الحقيقي. هذا وفي النهاية انهارت دولتهم. لماذا؟ لأن الظلم لا يدوم وإن دام دمر، والعدل لا يدوم وإن دام عمر. وش معنى هذا؟ أن السبب التاريخي من الأسباب التاريخية ديال ضعف الجيوش الأموية وانهيار الدولة الأموية في النهاية هو الإنهاك اللي صابها في شمال أفريقيا بسبب الحروب. ما فيها شك. من ثم قتلت أغلبية الفاتحين إلى آخره. وحتى لما أمروا إلى الأندلس ماذا فعلوا؟ أتوا بنفس العصبية وهي البكرية والقيسية، فوقع نفس المشاكل بيناتهم حتى انهارت الأندلس كذلك. وما زال المغاربة يقولوا ذهبت الأندلس بقضية اللومالي، ما زالت الفكرة تدور على هذا الشكل.
تقريبا مما يقال في النصوص التاريخية أن المؤسس ديال استقلال المغرب عن السلطة ديال الأمويين وعلى الولاة الأمويين هو ميسرة المطغري. ميسرة هذا من بعد منه تأسست إمارات ودول أمازيغية في المغرب، ومنها امبراطوريات كبيرة بحال المرابطين بحال موحدين. هاد الدول هذه كيفاش تعاملت، مع العلم أنها دول انطلقت من الدعوة الدينية؟ واش تبنات على أساس الدعوة الدينية بالعربية أو باستعمال الأمازيغية، أو كيف تم ذلك؟ مثلا مع عبد الله بن ياسين بالنسبة للمرابطين، محمد بن تومارت بالنسبة للموحدين. هو المشكل اللي كاين هنا وهو الرجوع إلى النصوص التاريخية الحقيقية الأصيلة. فالدولة البرغواطية التي يتهمونها ويقولون بأنها كفار مارقة إلى غير ذلك من الألفاظ، ويقولون وضعوا قرآنا لهم بهذه الكلمة، كيف يكون قرآنا لهم؟ واش معناه إلا عملتي قل هو الله أحد وديروا التنتا قل هو الله أحد نفسه، واش غادي دير؟ تعيد نفس الشيء؟ لا، إنما هناك أنهم فهموا القرآن وحديث وخاصة الحديث القدس فترجموه بلغتهم الجميلة، فاستغنوا بذلك عن الواسطة. يريدون أن يقطعوا الصلة بين المتأولين للآيات والذين يفسرون القرآن تفسيرات مختلفة، وخاصة في ذلك الوقت وصل القرآن عن طريق الروايات السبع، فهناك من يقول كذا وهناك من يقول كذا، فترجموهما القرآن الذين أتوا به لأنهم ذهبوا إلى هناك، فالمضغاري ذهبوا إلى الشرق، فمن هناك أخذ القرآن. وعكرمة الذي يأخذ رأيه في التفاسير إلى آخره هو الذي أخذ عن ابن عباس، وطارق بن زياد أخذ كذلك عن هذو كلهم أمازيغ، فأخذوا القرآن وأتوا به ما يسمونه بالخوارج. حتى الفكر المغربي الذي نضج في شمال إفريقيا وعلم الناس دين الله الذي هو لا يختلف عما سبق إلى آخر من ديانة التوحيد السماوية، أنكروهم، قالوا فلان هو اللي عمل هذا الشيء، وقالوا هذا خارجي وهذا شيعي، وهكذا جاءت طرائق قددا، وهذا مشكل. إذن من هنا ركز الأمازيغ على أن يفهموا القرآن بلغتهم وبدون واسطة، وهذا مشكل الشرق الذين يريدون. نحن الذين أتينا بك أسيدي جئت بالقرآن مرحبا، فأنتم جئتم مثلا جئتم كفاتحين، إذا ماذا تريد؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا محمد رسول الله. إذا ما قالوش نعلمكم العربية، ما قالوش على هذا الشكل. ومشينا بمجرد ما تقول لا إله إلا الله تصبح جنديا إسلاميا وتزيد لقدام. هذا الشيء اللي وقع مع فتح الأندلس وشمال إفريقيا إلى آخره. ولكن لماذا؟ هذا هو السؤال، لماذا قضي على البرغواطيين؟ لأن دولتهم دامت 400 سنة، وهي من عتبة عمران تمتد إلى سبتة ومليلية حتى طريفة. صالح بن طريف هو أمازيغي من البرغواطة، هو أول من دخل. طارق بن زياد هو أمازيغي، هو صاحب الجيش. ويوليان هو الأمازيغي هو الذي دفع الزوارق. إذن هذه ما كاينش أنا شي مشكل هذا. ولكن هذه الدولة المستمرة 400 سنة والتي استولت على هذه السهول من تطوان إلى طنجة إلى تمسنا إلى آخره كلها، هذا ما لا يريدون، ويقولون قضى عليها المرابطون والموحدين. ليس كذلك، هناك 10,000 من الإسلاميين أو سميها هكذا مرابطين في رباط ماسة، هم الذين يحاربون دائما برغواطة عندما تقلصت بين النهرين، بين مربع وبين بورقرق، حتى قضي عليها. إذن هناك الفكر. نعم. إذن فللأمازيغية فضل في نشر الإسلام في شمال إفريقيا، وهذا غادي يعطينا أن اللغة العربية كانت في الواقع لغة العلماء، بمعنى الناس اللي كيعرفوا النصوص ثم كينقلوا المعاني ديالها إلى القوم. وهذا ربما اللي وقع أيضا بالنسبة للفرس وبالنسبة للترك وكل الأمم. إذا سألنا ماذا فعل العرب للغتهم؟ لا شيء. والذي قنن وكون اللغة العربية هم الفرس والأمازيغ.
فابن معطي وأجروم والزواوي وكلهم أمازيغ في شمال أفريقيا، وسيبويه في الشرق إلى آخره، والبصري وهكذا إلى آخره. إذا لماذا هؤلاء فعلوا ذلك؟ يعني أخذوا العربية جمعوها أولا بعد في المعجم ديالها، ثم شرحوها، ثم فهموها، ثم استعملوها. يعني ليسوا ضد الأمازيغ. لماذا؟ ليفهموا هذه الرسالة، يفهموا النصوص الربانية. لماذا؟ لأن هناك مشكلة التأويل. مثلا إذا قلنا وإذا أردنا أن نهلك قالت أنا أمرنا مترفيها، فبعضهم يقول أمرنا مترفيها جعلناهم أمارة. واحد آخر شرحها قال كترنا مترفيها. يعني كيف؟ كذلك مسألة التقديس، كلمة مقدس، الفكر الأمازيغي لا يحتمل إلا فكر واحد، هذا الشيء مقدس يكفي. ولكن وجدنا الراهب مقدس، الفقيه مقدس، الكتاب مقدس، القدس مقدس، الكعبة مقدسة، سميته إلى آخره. ولكن هل اللغة العربية مقدسة؟ كيف تكون لغة الفرد مقدسة والإنسان؟ معاني الله تعالى الذي قلنا ليس بصوت ولا حرف، هذا هو المقدس. أما القالب هذا شيء آخر. إذا المشكلة الموجودة الآن والتي تروج ويستغل بها العديد، وهي عدم المعرفة بين العقيدة وبين اللغة. فاللغة شيء وهو وسيلة، والعقيدة هذا هو لا أساس باش نعرفوا هذه المسألة هذه. وإذا فهمنا هذه الكلمة باللغة الإنجليزية والفرنسية والأمازيغية، ما شنو هو الفرق بيناتهم؟ ولكن يقول لك لا بد أن تكون على هذا الشكل. وكيف تحول الأمازيغي إلى الغنى والإمالة والإضغام والترقيق والتفخيم؟ كمان تقول له أجي تغني في أساس بالأمازيغيين، ما يمكنش، لأن الحلق ديالو غير مناسب له، لأن المناخ يعني الجغرافية المناخية يعني تؤثر في البشر وتكيفه. هذا هو في التركيب البيولوجي. في التركيب البيولوجي. فهذا معناه إذن خصنا نميزوا بين الصياغة اللغوية للآيات القرآنية وبين اللغة اللي هي مؤسسة اجتماعية متداولة بين الناس. معلوم، لأن احنا نحافظ على ما وصلنا من القرآن من المصحف، يعني ما جمعه خليفة الرابع عمر بن الثالث عثمان بن عفان، فأخذه الأمازيغ كأول وثيقة والمستمرة حتى الآن، بما فيها حتى بعض الأخطاء في الإملاء الآن، ومع ذلك حافظنا عليه. هذه ثابت، هذا حذف، هذا معجم، هذا ماشي معجم، هذا السين، هذا الصاد، الصراط المستقيم، فهي بالسين ماشي الصاد، ولكن بقيت كما هي واحتفظنا بها، وهي فكرة مقدسة على هذا الشكل. إذن الأمازيغ حافظوا على هذه المسألة فأعطوها لأبنائهم، فعندما يعلمون حتى الحروف الآرامية، هذه الحروف ليست عربية، وهذا مشكل آخر. يقول لك قرأت واش كتبتي بالعربية؟ لا، هذا كتب بالآرامية، هذه الحروف الآرامية. وحتى عندما يعلمها الأمازيغ يعني يدخلوا عليها مصطلحاتهم، فيقول العين مثلا عين إيمي وشن، عين تغرط، هين تغرار، هي بدن، هين توكريست. يعني كيف عندهم مصطلحات خاصة ليعلموا في التدريس. في التدريس غادي نجيو لهذا الموضوع هذا ديال كيف تدرس العربية وكيف يدرس الإسلام بالأمازيغية في المدارس القرآنية. قبل ما نستمروا في النقاش غادي نشوفوا روبورتاج ثاني. التطور اللي كيعرفوا الاتصال السمعي البصري سمح بنشر أوسع للوعي الديني عبر مختلف القنوات الإذاعية والتلفزية، وكان للغة الأمازيغية نصيبها أو مساهمتها في تقوية الرصيد الديني في المغرب. الطفرة التي يعرفها الإعلام المغربي بإحداث مجموعة من القنوات كقناة أمازيغ، قناة محمد السادس القرآن الكريم، إذاعة محمد السادس القرآن الكريم، ساهمت بشكل كبير في نشر هذا الوعي الديني، في يعني نقل هذا التراث الذي تركه الأسلاف مترجما من اللغة العربية إلى اللغة الأمازيغية، يعني بشكل كبير جدا، بحيث أنه الآن تم نقل تلك الترجمات كلها عبر وسائل الإعلام بالصورة وبالكلمة، عبر إذاعة محمد السادس وقناة محمد السادس، وكذلك القناة الأمازيغية. لا ننسى دور القناة الأمازيغية في هذا الموضوع.
ارتباط الإسلام بالأمازيغ عبر القرون الماضية خلاه يكون منصهر في تراثهم وعاداتهم وصبح جزء من حياتهم اليومية، وهذا بفضل اجتهاد الفقهاء الأمازيغ ومنتجوه في هذا المجال. الأمازيغية لم تكن بعيدة عن التراث الإسلامي، والتراث الإسلامي لم يكن بعيدا عن الأمازيغية، بل امتزج اختلط. حتى كان واحد المجموعة من المصطلحات اللي كنستعملوا حنايا في الشلحة ديالنا هي عربية، اللي دخلت في القاموس ديال القاموس الاستعمالي. هذه النقطة هذه يعني ما تزال مستمرة، بمعنى الناس لم ينقطعوا عن استعمال يعني اللهجات المحلية أو الأمازيغية بصفة عامة. الناس ما زالوا يستعملونها حتى في عصرنا هذا. يعني حتى في هذا الزمان اللي وزارة الأوقاف قامت واحد طفرة كبيرة في هذا الميدان، وهو أنها قننت التعليم العتيق وجعلته يعني تعليما منظما، يعني بالمؤسسات ديالو، بالاساتذه ديالو، بالاطوار ديالو، الطور الاولي الابتدائي، يعني الاعدادي الثانوي الجامعي الى اخره. ما زال الناس يستعملون يعني اللغه المحليه، يعني الامازيغيه، يستعملونها في نشر هذا العلم، ويستعمل ايضا حتى في وسائل الاعلام وايضاح وسائل الاعلام وكيف يتعامل الناس مع هذه الوسائل الحديثه. إذن كان للأمازيغية دور أساسي في تبليغ تعاليم الدين الإسلامي. هذا الدور ما زال مستمر بفضل المجهودات المبذولة واجتهاد العلماء. سي جهادي، كيف شفنا في الروبورتاج مازال هذه الإشكالية ديال اللغة والمعتقد كثير العديد من التساؤلات وكتطرح إشكاليات عند الناس. من بين الأمور اللي كتقال أن تفضيل العربية على لغات الأقوام الأخرى السبب ديالو هو أن العربية لصيقة بالممارسة التعبدية، بمعنى مثلا بالصلاة كيقول لك أودي ما يمكنش تصلي بشي لغة أخرى من غير العربية، بما أنه ما يمكن تصلي إلا بالعربية. إذن العربية متماهية مع جوهر الدين وداخلة فيه، حتى كيتولي عند البعض بحال إلا هي ركن من أركان الدين. كيف هذه المسألة ديال الصلاة واللغة؟ هذا مشكل يهم العرب، أما احنا لا يهمنا هذا. فالدين وصلنا وفهمناه، وخمس صلوات عندنا نحن نؤديها كما هو معروف، ولا مشكلة في هذه المسألة. ولكن هذا المشكل طرح في الشرق ماشي عندنا احنا. فهناك المذاهب الأربع، وهو أبو حنيفة يقول بأنه تجوز الصلاة بلغة أخرى غير العربية. وأحمد بن حنبل يقول بالعكس، وهكذا إلى آخره. أما نحن حفظنا الله من هذا الشقاق وهذه المشاكل كلها، فعندنا مذهب الإمام مالك، أخذ به المغاربة والأندلس، والذي نقله هو يحيى بن يحيى اللي هو الأمازيغي، فاستمسك به المغاربة فاستمر، ولم يسأل أحد هل نصلي بهذه أو لا تلك. احنا نصلي بقوة الله أحد ونزيد لها الفاتحة وهكذا. وبطبيعة الحال واحد العدد ديال الناس الأمازيغية اللسان عبر القرون ما كانوش عارفين العربية، ولكن كانوا كيحفظوا الآيات عن ظهر قلب، وما كانوش بالضرورة كيعرفوا المعاني ديالها. راه من هنا جاءت مسألة أخرى، وهل الإمام والمامون، الإمام يقرأ السورة الفاتحة ويقرأ كذا، المامون هل فرض عليه أن يقرأ القرآن؟ يسكت وينصت، هذا ما كانش عنده باش كذا. ثانيا، هل بداية الإسلام هل النساء في ذلك الوقت كله حفظنا القرآن؟ ولكن كيصلوا بكذا بالإمام على هذا الشكل. ومن هنا جاء بأن كل ما وقع للمامون يحمله الإمام. إذن واحد كيعرف وكيوريو له شيئا فشيئا. فالمهدي بن تومارد عندما أراد أن يعلم الناس الفاتحة كانت صعبة عليهم وهم كلهم مسلمون. إذن ماذا فعل؟ أصبح يسمي الأفراد، أنت اسمك الحمد لله رب العالمين، إلى عيطنا الحمد لله رب العالمين يقول نعم، هذاك مالك يوم الدين، وهكذا ضغيا عرفوا الناس هذه البيداغوجية لكي يفهموا الدين. وبقيت الفاتحة كما هي، أما الترجمة ديالها فهي موجودة، لا بد أن تعرف الناس ماذا يقولون. يعني تعريف تفسير معاني القرآن. هل يجوز الآن أن تعلم الإنسان إسلام تقول له والعياذ بالله ما كاين ربي، يقول هذه باللغة ديالو، هو كيقول له ما كاين ربي، لأن فهمتي عليه هكا،
ولكن الاعتقاد ديالو شنو هو؟ الله موجود وكائن على هذا الشكل. إذا هذا هو المقصود، هو الفهم. هو الفهم. الموحدون كانت عندهم مقاربة مختلفة شوية على المرابطين، بحيث أنهم استعملوا اللغة الأمازيغية حتى في دواليب الدولة. ومن بين الأمور اللي كيقولوها بعض المؤرخين أن الفقيه اللي كيصعد للمنبر كيشترطوا فيه أنه يكون عارف بجوج اللغات، الأمازيغية والعربية. هذا الذي فرضه هو عبد المؤمن القومي، الذي هو تولى بعد المهدي بن تومارت، هو الذي فرض في فاس أن لا يكون إمام الجمعة إلا إذا كان أمازيغيا يخطب بالأمازيغية. هذا معروف. وكذلك فإذا كان هذا في أكبر حضارة لنا في المغرب وهي فاس، فكيف تكون الأمور في دكالة وعبدة في ذلك الوقت وسوس وهكذا؟ الآن أصبحت بلبلة، ويقولون الأمازيغ سيرتدون. واش نحن 14 قرن مازال نتذكر واش بحال هذوك اللي كيقولوا النملة التي تكلمت مع موسى مع سليمان هي مذكر ومؤنث؟ نحن دزنا هذه المراحل هذه، أصبحنا الإسلام ديننا وواضح. ولكن مشكلة آخر، وهو إنسان كيقول فلان ما حجيتيش، علاش ما حجيتيش والحاج كذا؟ عمر ما قلتي لي ما صليتيش. الإسلام عنده 5 الأركان، اللي خلى واحد فيهم راه كيتسالوا بحال مول الحانوت، إلا ما خلصتيش الضو كتخلص الدقيق، إلا ما تخلص هكذا. إلا بغى الله يغفر لك كل هيك بحال مول الحانوت، إلا قال لك حتى هو الله يسامح. إذا الإسلام سامح وسهل، ولكن من يعلم الناس معنى هذا الإسلام الذي هو الوحدة والتوحيد وهذا الروح الأخوية، ماشي بالعنف وبالضغط وبكذا. هذا لا، إنما بالحسنى، بالتي هي أحسن، وبلغة القوم. لأن لغة الأم هي التي يفهم بها الإنسان. وكلما استطاع الإنسان أن يعرف لغة أخرى فكل لسان في الحقيقة إنسان. في الإيسيسكو واحد الوقت كانت مقاومة ضد الاعتراف بالأمازيغية كلغة من اللغات الإسلامية، والغريب أنه كان رئيس الإيسيسكو في ذاك الوقت مغربي. هو مشكلة اللي كاين أن المغاربة فيما مضى، يعني قبل خطاب الملك الحسن الثاني الله يرحمه، وكذلك سيدي محمد السادس، كان دائما الفكر البعثي سيطرة على المغرب. وكان الذين درسوا في الشرق ماذا يأتون بهذه الفكرة، لأنهم يمثلون تلك المدرسة. ولكن المغاربة دائما بقوا بحال جبل الأطلس، ما تحركوش، لا تنال منه التعرية. فهناك المدارس العتيقة في سوس، هناك القرويين وطريقتهم، وهناك بن يوسف، وإحنا قرأنا كلنا في هذه الناحية، لا أحد ينكر هذه المسألة. فيما بعد عاد وجدنا إعلانا بدون حشمة ولا خجل كيقولوا الشلحة ما هي كلام والعسل ما هو إدام. إذا الكدران هو اللي غادي يكون هو الإدام. هذه يعني مشكلة. عبارات من هذا النوع كتبين يعني التدافع اللي كان في المجتمع، واللي أيضا كان كيتم في إطار تمازج سوسيو ثقافي بين المكونات ديال البلاد. لكن هذا الكلام على المدارس العتيقة كيحيلنا على موضوع ديال تدريس الدين. يعني في بعض المناطق في المغرب كان كيتم تدريس الدين وحتى اللغة العربية والقواعد ديالها بالأمازيغية، أي اللغة الأصلية. كيفاش كتشوفوا هذا الموضوع بالنسبة لسوس مثلا؟ أسيدي أنا نموذج، أنا قريت كله جميع ما قرأنا من الفقهيات والأمهات العربية والنحو وكذا كلها بالأمازيغية. فقهاء ديالنا كيجيب لنا النص اللي هو كذا، كيشرحوا لنا كلمة بكلمة. ومن هنا تعرف بأن السوسيين يعرفون ما معنى الحقيقي لللفظ العربي، بينما الآخرون يمرون عليها مرور ماشي نقول الكرام البخلاء كاع ولا شنو داك الشيء، لأن الكرام راه زعما كذا إلى آخره. يعني معناه أن جميع الأمهات حتى الجرومية موجودة، هي موجودة الآن بالأمازيغية. ابن معطي هو الأول من عمل هذاك ألفية ديالو، وباش باش يعلم بها الناس. وهكذا عاد جاء ابن مالك إلى آخره. وحنا قرينا هذه الأمهات كلها في الدين والفقه وكذا إلى آخره، كلها على هذا الشكل. وإذا وجدت لفظة في القرآن أو الفقه إلى آخره صعبة، ترى الفقيه السوسي يدخلها في بيت
من الشعر لكي تحفظ على هذا الشكل. يعني هذه عندهم واحد المجهود لا يتصور. واستمرت الأمور حتى الآن، إلا أنهم الآن جاءت كما قيل مذكرة تقول يجب أن تدرسوا للناس بالدارجة. شنو هو الدارجة؟ يعني كمان بغى يأكل العصيدة بالحريرة قد خلط، يعني العربية الفصحى هي موجودة، ودخل لي عليها شي حاجة أخرى ما بقاتش لا شلحة ولا العربية ولا الأمازيغية ولا أي حاجة. إذن هنا يجب، فاللغة الفصحى العربية عمرها ما كانت ضد الأمازيغية وهذا التيار، ولكن الآن جاءت الفكرة أخرى التي تبرهش إن صح هذا التعبير، هذا الزخم ديال هذا أنواع ديال هذا الدارجات لكي يقضوا على الأمازيغية بالأساس. بمعنى أنه في التاريخ كان تفاعل إيجابي تماما، ما وما خلق التصادم إلا بسبب إيديولوجيات سياسية واردة في سياق آخر. أي ما فيها شك، هذا الشيء اللي كاين. هذه المسألة ديال العطاء العلمي ديال العلماء ديال السوس في المجال الديني باللغة ديالهم نتج واحد التراكم. نعم. يعني العلامة محمد المختار السوسي جاب تقريبا لائحة كاملة بالمؤلفات الفقهية والدينية والصوفية بالأمازيغية. هذا التراكم الآن مصير يعني ما معروفش بزاف عند المغاربة. هذا التراكم موجود، ولا يوجد ميدان إلا وألف فيها السوسيون، حتى علم النجوم بالأمازيغية. فهناك الميراث، وهناك الرياضيات، وهناك الشيخ خليل، وهناك الرسالة، وهناك أوزال، وهناك الأمير، هناك الحوض، هناك يعني كل الميادين. الحديث القدسي ترجم، يعني كل هذه المسائل موجودة. والمشكلة الآن وهو في الحقيقة كان بالحرف العربي اللي كنسميوه الحرف الآرامي بالحرف. يعني وهنا الترجمة كانت كتكتب بالحرف العربي. لا، اللغة لا، خصنا نفرقوا بين الكلمة وبين الحرف. فاللغة أمازيغية والحرف عربي، ولكن لا يعرفون كيف تكتب. كيقول مثلا إداس تقمي كلمة واحدة، إدا س تقمي، يعني ما كتبوهاش إلى حسب قواعد الإملائية ما عرفوهاش. عندما تريد الآن تدرسها يصعب ذلك. حتى جات إركاء اسميت أمريك ديك الساعة وعملنا هذيك الطريقة الحركة الأمازيغية، والمختار السوسي الله يرحمه حتى هو عمل هذه المسائل هذو ويشير إليها، فأصبح الناس يفهمون هذه الكلمة. الآن هذه هي مهمة إركام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فأصبح يفصل الحرف والفعل والاسم. اللغة عندها قواعد وتدرس في المدرسة، مقننة موجودة إلى آخره. وعما قريب ستجد في الطرقات ستوب هو بد، يعني ستكون على هذا الشكل. نعم، هذا معناه إذن خصنا نعاودوا نكتبوا هذاك التراث الفقهي الديني بالأمازيغية، نعاودوا نكتبوه حسب المعطيات العلمية الجديدة المتعلقة بالإملائية والصرف والنحو والتركيب. هذا هو المفروض، يجب أن يكون كذلك. وكذلك يجب أن يكون في العربية ما مثل ما يوجد في الأمازيغية، بحال مثلا أفوس غفوس، يعني كتكتب بالحرف تأتي فينا كدير واحد العلامة كتخرج لك بالفرنسية كلها. كذلك إلا كتبنا بالعربية نديروا كذا ترجع للأمازيغية والعكس. نعم، بمعنى دار واحد النظام معلوماتي اللي كيتنقل فيه الإنسان بين الحرف ديال تيفينا والحرف العربي. هذا هو الذي يجب. نعم. سي جهادي، يعني أنتم معروفين في الساحة الوطنية وكذلك مغاربيا وحتى في الشرق الأوسط بالترجمة ديالكم للقرآن، معاني القرآن. هذه الترجمة تقريبا بدأ الحديث عليها في 1999. في ذاك الوقت يعني طارت بعض النقاشات المحتدمة، ثم فيما بعد وعرفت الاعتراض ديال بعض الناس سواء في السلطة أو في المجتمع أو في التيار الإسلامي في ذاك الوقت، واللي اعتبروا البعض فيهم أنه تمييع، ترجمة تمييع للنص القرآني. لكن فيما بعد أصبحت مصداقية عند هذه الترجمة، وخديتوا التنويه ديال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكان التنويه ديال بعض الفاعلين الإسلاميين الرئيسيين بحال الدكتور سعد الدين العثماني اللي كتب كينوه بالترجمة. ثم أكثر من هذا خديتوا التنويه من جامعة الأزهر بالقاهرة وكذلك من السعودية، لما وصلتوا النسخة ديالكم ديال القرآن إلى المتحف ديال الترجمات بالسعودية.
لماذا فكرتم في ترجمة القرآن للأمازيغية؟ قبل كل شيء هناك أسباب النزول وهناك ظروف الزمان. في ذلك الوقت أنا تخصصي هو التاريخ، وقرأنا الكثير فوجدنا بأن القرآن مترجم إلى جميع اللغات. إذن فقلت لماذا هذا سميته هذا، لماذا لا يترجم بالأمازيغية؟ ثانيا أن احنا عندما كنا نقرأ في سوس كان دائما الوقف الأول جوج الأوقاف تقريبا في كل حزب يترجم لنا بالأمازيغية ونعربه كذلك. يعني هذه المسألة عندنا عادية، ولكن الغريب في الأمر أن عندما طارت هذه الضجة وذهبت إلى مصر وألقيت فيها عرضا، وجدت قالوا بأن كان المجلس العلمي في الأزهر أرسل أفتى بأن يترجم القرآن للبربر بهذه العبارة في شمال إفريقيا. هذا 1912. واستغربت أنا، هو السنة التي احتل فيها المغرب استعمار عقد الحماية، ومع ذلك كان المغاربة كلهم قرأوا في ولم يأتي أحد بهذه الفكرة. هذا هو الغريب. يعني كيف أنا تم السكوت عليها؟ السكوت عليها، هذه من ناحية. وهذه فتوى ديال الأزهر. هذا فتوى ديال الأزهر. النقطة الثانية أن عندما وقعت المسألة كان علماء السوس أرسلوني بالترحيب وبالتشجيع وبالمراسلات وبكذا إلى آخره. وبينما بعض من المغرب كانوا أقاموا الدنيا وأقعدوها، قالوا دنستم القرآن باللغة الأمازيغية. هذا تدنيس، هذا على هذا الشكل. حتى إن بعض العلماء سامحه الله في المغرب معروف، وأنا ما بغيتش نقيد له الدعوة ولا شي حاجة، وهو قال لهم أيها السوسيون، مكتوب هذا الشيء، قوموا إلى أخيكم جهادي أفهموه أو اسكتوه أو اضربوه أو اقتلوه بهذه العبارة. وهذا إرهاب، هذا الشيء إلى آخره. ولكن أنا كنقول لهم ردوا عليه إلى آخره، تردوا عليه شي وحدين. قلت لهم إذا غلبتهم خسرتهم، وإذا غلبوني خسر، أنا كنسمح لهم والأمور تزيد. الآن أصبح هذه المسائل كلها مشات ورجعوا الناس إلى الصواب. حتى الذين كنا نعرفهم مستلبين يقول أنا كانت جدتي أمازيغية، فأقول له كيف تثبت بأن أباك ليس أمازيغيا؟ يعني هذا مشكل. هذا هو، الناس أصبحوا عندهم نقص على هذا الشكل. كلكم من آدم وآدم من تراب، واللغة شيء مكتسب والدين شيء آخر. فهل معنى إذا أرسلت ولدي إلى إنجلترا فتثقف وعرف الإنجليزية وحده فهل هذا إنجليزي؟ قالوا لا، هذا عربي مزيان. ولا لا، إذا قلنا العكس، إذا أرسلنا كذا كذا كذا، إذا جاء الفرنسي وكذا إلى آخره، حتى هو على هذا الشكل جا لهنايا، هذا مشكل. يعني عندهم واحد المنطق لا يقبل. هذا كيبين التأثير ديال الإيديولوجيا القومية العربية، ولذلك فشلت. إذا فشلت، يعني الوعي الديني نفسه تماما. الآن يعجبني أنا الآن بأن هناك مفكرون في الشرق يعترفون باللغات كلها، وأصبح ترجمة القرآن تصل إلى السعودية وإلى مناطق الأخرى، وما كاين حتى شي مشكل. وهي ظهرت في الجزائر وقد تظهر في أماكن أخرى، وهذا المهم يجمعنا. غريب أنه ما ظهرت الترجمة في الجزائر إلا بعد ما يعني أصبح يعني بعض الدول في الشرق متخوفة من انتشار المسيحية، لأن ترجمة القرآن في الجزائر دعمتها السعودية ماليا لمقاومة التبشير المسيحي، بمعنى لا يعترف بلغة القوم إلا عندما يكون هناك تهديد آخر. وهذا ربما أيضا هو مصدر الفتوى ديال الأزهر، لأن 1912 هو السنة اللي استعمر فيها المغرب. ربما الفتوى إذن كانت في إطار مواجهة الاستعمار، اللي كان بعض الباحثين ديالو كي يبحثوا وكي يمشوا في التاريخ وكي يتكلموا على الأمازيغية. هي في الحقيقة الخوف على إسلام المغرب هذا بهتان وزور. لأنه متجذر. المغاربة مسلمون يعرفون، ولكن التخوف ماشي من هنا جاءت. كيقولوا بأنه العربية في خطر علمان. ها هي دابا الآن رسمية في الدستور، والأمازيغية بجانبها رسمية، ولكن تريد حقها في الضرائب، تريد حقها إلى آخره. إذن
لماذا هذا الخوف على هذا الشكل؟ لماذا؟ فالمغاربة يعرفون العربية أكثر من غيرهم، ثم ما نسمعه الآن من النطق بالعربية، يعني هم اللي كيقتلوا سيبويه ما كيعرفوا اللغة العربية بمعنى كذا إلى آخره. شنو هو؟ ناخذ ذاك الدرجة اللي كاينة في الشرق، وعندما تتحدث معهم يقول لك بأي لغة في المغرب، هناك اللهجات، هناك كذا إلى آخره. عندما تقول لهم، الدكوالي يقول قلت لك، والفاس يقول قلت لك، والتطواني قلت لك. قلت لي هاد ثلاثة اللهجات واش هذه كلها؟ شنو هذه المصيبة دابا كيقول هذه القضية؟ تاخذ أشياء بسيطة وكتبغي تخلوط يعني تخرج منها امور اللي هي تولي كتمس بالحقوق الناس، خشيم ولا خشيم ولا كذا الى اخره. اراد ان يعرب كل شيء ففشل وذهب مع القذافي. يعني هذه المسائل لا تثبت، لان هناك منطق، هناك القانون، هناك الحق، هناك الفكر، هناك العلماء. الترجمه ديال القران اشتغلت فيها سنوات طويله، تقريبا 12 سنه. نعم. يعني شنو هي الصعوبات اللي لقيتوا في نقل معاني القرآن إلى اللغة الأمازيغية؟ هناك صعوبات كثيرة حقيقة عانيتها. أولا أنا قرأت عدة تفسيرات من كل النوع، قريتها ها وحدة. ثانيا اللغة العربية أنا لا بأس بها، أنا تمكنت منها لأن قرأت الكثير وعرفت المقامات الحريري وجميع ما يقرأ في كذا في سوس، احنا قرأنا فهمناه، وعند القواميس إلى آخره. أبحث عن مقابل ديالها في المعاجم الأمازيغية، فجمعت كل ما يمكن من هذا الشيء ديال الأمازيغ إلى آخره، فوجدت مصطلحات موجودة من نوع الترسالة في بدء الإسلام، يعني قواعد الإسلام ترسال، سموس أركان، سموس أركان، يعني على هذا الشكل. كنقولوا مثلا في التوحيد أولا نربيو ريقي الحروف ولا يلقى الصوت، كريقا التسقى أراس قيسي سفلا دياني أري سفلا نتاس الجواري حرقينين والمخلوقات خصان سفل مزقيني إزرين ربي وري رواس إزرين المحدثين التيروس وكلولو نغاز نزار دريح نختيرو رونتالان نغاس يقو غايان. هذه منظومة أمازيغية في التوحيد. في التوحيد يعني على هذا الشكل، يعني فيها مصطلحات قديمة، يعني قديمة يسندها البعض إلى المهدي بن تمرت، إلى عصر الموحدين. هي كيقولوا على هذا الشكل. إذا هذه المسائل موجودة. كذلك نجده مثلا في النكاح والعائلة والفلاحة، وهذه المسائل كلها موجودة. إذا المعجم اللي استعملتيه في معظمه هو معجم أصيل موجود في اللغة الأمازيغية القديمة تماما. أنا لم أستعمل تقريبا كذا، كل ما أستعمله هو ما له مراجع. لماذا؟ أنا أعرف بأنه غدا وبعد غد سيقول من أين أتيت بهذه الكلمة، ولذلك عندي المعجم موجود في هذه المسألة، ها هي منين جات وهي وكذا إلى آخره. هذه المسألة كلها موجودة، ولكن عندما تسألهم قل هو الله أحد الله الصمد، ما هو الصمد؟ ما كيعرفوش، دائما كيصلي بها. لكن أنت عربي وقول لي الصمد ما هو، هذا غير مثال بسيط. فهمتي؟ يعني إذا حتى الناس العربي اللسان ما كيفهموش. إذا الذي أريد هو أن عندما تقول لا إله إلا الله تفهم ما معنى دلالة هذا المعنى، يعني التوحيد. لا وجود لأي شيء في هذا الكون إلا الله، وكل شيء فيه آية تدل على أنه الواحد. يعني بالإضافة للترجمة ديال القرآن عملت ترجمة ديال السيرة النبوية، وعملت ترجمة ديال الحديث القدسي، وعملت أيضا ترجمة ديال البخاري. نعم. يعني هذا تقريبا واحد العمل جبار. نعم. كله كيتعلق بالمجال الديني. واش عندكم يعني مشاريع مستقبلية أخرى في هذا المجال بالذات؟ وعلى ذكر المعجم، واش كتفكروا تخرجوا معجم ديني ديال اللغة الأمازيغية، يعني معجم متخصص؟ حقيقة أنا في إطار كما قلتي وهو اعتكافي على ترجمة القرآن 12 سنة، جمعت الثروة كبيرة ديال اللغة. عندي معجم موجود الآن في اورديناتور ديالي، ولكن من يخرجون؟ هذا هو مشكل. يعني هناك صعوبات ديال الطبع والتوزيع. تماما. هذا المادة، هذا هو على هذا الشكل، هذه من ناحية. إذا المعجم موجود، كاين موجود، لأن موجودة في ترجمة القرآن موجود. فهمتي؟ تأخذ مثلا ألفاظ كذا وكذا كتلقى مقابل ديالها موجود إلى آخره، خص غير يخرج. هذه من ناحية. من ناحية أخرى
المشاريع الأخرى؟ المشاريع الأخرى أنا اختصاصي هو التاريخ. الآن تفرغت الجانب التاريخي انطلاقا من الوثائق، لأن وجدت وركزتوا على التاريخ المحلي. التاريخ المحلي بالخصوص، وخاصة أيطبع عمران وجزولة وسوس إلى آخره، لأن تلك المنطقة باستثناء المختار السوسي الله يرحمه لا أحد يتناول ذلك. نعم هناك جوستينار، هناك بعض الباحثون الجميع، هناك بعض من الإسبانيين، ولكن لا، هذاك الشيء لا يكفي. هناك الذخيرة في الوثائق في سوس يجب استخراجها والاشتغال عليها علميا. واشتغالها علميا. هذا. شكرا سي الحسين الجهادي على الإسهام ديالكم في هذه الحلقة من برنامج شؤون أمازيغية. السيدات والسادة النظارة الأعزاء، قبل ما نختموا غادي نحيلكم على التعريف ببعض الإصدارات. من بين الإصدارات الهامة اللي ثارت نقاش كبير في المغرب وبلدان شمال إفريقيا إصدار ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الأمازيغية للأستاذ جهادي الحسين البعمراني. من بين الإصدارات الهامة كذلك في مجال الإبداع الأدبي الأمازيغي قصة إحابور نتيو للمبدع الشاب عمر حيدر. هكذا كنجيو نهاية الحلقة اليوم، إلى اللقاء في الحلقة الجاية. رمضان مباركي الديمون لهنا دو فركي تروانت مازيرتني مال السادري قرتي فوت في سلمان غرمضان. الحمد لله رمضان اريتي لي اللي قبل لي فولكين السمانه في رمضان تدرسنا ولكن تطولون شويه ان شاء الله. دابا حتى